السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي في كل مكان وفي كل الوطن العربي الحبيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يحمينا جميعا في أوطاننا وفي أبداننا وفي أولادنا. معلش تأخرت عليكم شوية، بس والله شوية ظروف. زي ما اتفقنا إن إحنا عايزين نعمل صوف في أول 9 بمشيئة الرحمن، ونزرع الزراعة اللي إحنا قلنا هنبيعه منها اللي هي الخيار، يعني مشروب مش غية بس. ففي الوقت الحالي في ناس معايا في الشغل قالوا ما تزرع لنا القطيفة، فجرب كده مني يا زياد. إحنا هنقول لكم حاجة في القطيفة دي. انتوا شايفين العرف ده كده؟ العرف ده انا بنجيبه، خدتوا بالكم زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبجصه من هنا وبنحطه في الميه، تبتدي الميه توصل لحد هنا، دول كلها غطسانين في الميه، فيقوم يعمل الجذور اللي انتم شايفينها دي اهي. لما نيجي ساعه الزرع بقى هنقص الحتت التعبانه دي اللي هي دي، خلاص كده. وعشان نضمن ان هو ما يتبلش مني هقص الورق اللي انتم شايفينه ده اهو، وهسيب الورق الصغير ده، شايفينه معايا كويس؟ طلع في الكادر يا زين معايا تمام كده. وبرده الورقتين الكبار دول هشيلهم اهو اهو، ما يصعبش عليك النبات ولا الزرع، هيطلع وهيبقى جميل. هنعمل ايه دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين؟ خليكم معايا، نحط في الميه على ما نخلص شغل. علبه دي انا جبتها علبه اللي هو برشام الناموس، اي علبه عندك في البيت. وده الفوم اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو الفل بتاع الطعام اللي احنا بنجيبوه بتاع الكراتين اللي بيجي في اجهزه العروسه اللي هو الفوم مسمينه بيرلاند. شويه في الارضيه، وزي ما انتم شايفين شويه بقى من التربه اللي احنا عاملينها ديت، اللي هو 5% سماد من مقاس التربه اهو. ومنبه زقيها ميه قبلها بيومين 3، ونطلعها نجففها زي ما انتم شايفين كده. الزجاجه دي برضه نفس الفكره اهي. تمام كده. طبعا ده ريحان احنا زارعينه قبل كده، بسم الله ما شاء الله، ده اهوت، ده ريحان قبل كده زارعينه. هنخليه على جنب هنا كده على ما نملى الحاجه دي. ازازه حاجه ساقعه. هنبتدي بقى نشتغل. هنفضي دوت معايا كده على جنب اهو عشان يستغل الدخن اهي. بصوا بقى خليكم معايا كده. الحاجه ديت لو هنزرع فيها هي الاول، السمك اللي انتم شايفينه ده مش عميق قوي، فنعمل ايه؟ مش هندفن كل دي، هنضطر اشيل كل العقلتين دول كده. وعلى فكره دي نفسها لو زرعتها من هنا كده اهي كده، عشان عدلتها هنا، شايفين الورق الصغير ده هيطلع هيبقى شجره ثانيه. وعلى العموم اهي عشان نبقى مع بعضنا ونفتكر الكلام ده سوا مع بعضنا، نبقى فاكرينه مع بعض. والثانيه اهي خليكم معايا كده. بصوا يا دوبك تحت الجذور بسنت ولا حاجه، بسم الله ما شاء الله اهو. خلاص كده، ورده محاولين منها كده. ادي واحده، الثانيه هي زيها بالظبط. الموضوع سهل جدا بسيط خالص شايفين؟ بقطع عرف من اي شاليه عندك في البيت، لو كنت شاريها قبل كده وعايز تعمل منها، يعني تقطع العرف زياده وتعمل عرف زي ده، او حد حبيبك تاخد منه عود ولا حاجه لو زرع في الجنينه عنده. قلت لك ما يصعبش عليك الورق الجميل ده، هيطلع غيره، لانك لو سبته على ما يشتغل وياخد من التربه هياخد السعر الحراري والميه اللي فيها كلها السوائل، وهتدبل منك الشجره زي ما انت شايف معايا اهوت. طبعا الكلام ده الاخ اللي عايز يزرع، وبنتي واختي وامي، كل اللي متابعيني. ومعلش تاخرت عليكم شويه، بمشيئه الرحمن هنعمل مفاجاه جميله 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 يعني لنا كلنا. خلاص هنخليها هنا معايا هنا، ماشي، خلي دي هنا ودي الاخرى معايا هنا. معاك في دولت في الكادر يا زبده وهنطلع نزرع في دول برضه. شايفين الورق ده بشيله كله.
في اخ قبل كده كتب لي في تعليق قال لي يا شيخ يعني انت قلت الكلمه مره ما تعيدهاش تاني، مش مشكله. والله بعتها لكم محبه، بحيث ان محدش يكون محتاج لسؤال، يكون الموضوع يعني ايه سهل، اللي ما خدش باله من اول كلمه ياخد باله من الثانيه. وغرف كده حوالين منها. ايوه شايفه كده. الثانيه معايا اهي، خد بالك معايا كده يا زبده. خدوا بالكم، عايز اقول لكم على ملحوظه شفتها دلوقتي اول مره اخد بالي منها. شايفين الورقه دي؟ الورقه نفسها طلعت جذور. على فكره انا اول مره اخد بالي من حته من وحيه من الوضع ده. شايفين الورقه؟ يعني انا مش عارف هل لو زرعتها تطلع ولا انا مش فاهم. انا عن نفسي مش فاهم دي. سبحان الله يعني. الورق طبعا القطيفه ده يعني في البلكونه، الجماعه اللي بيزوروا البلكونه في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، في منتهى الجمال. سبحان اللي خلق ونعمه كده، اسم على مسمى يعني. سموه قطيفه عشان هي حنينه، الورق بتاعها حنين، في ملمس حنين طيب. هي كان ينقصها بس حاجه واحده، طبعا مش احنا اللي هنقول، الله عز وجل اللي خلق وهو اللي صور. يا سلام لو دي لها ريحه كمان. زي ما انتم شايفين كده جذور اهي. بصوا كده معايا هنا. وهنروي بالراحه زي ما انتم شايفين اهوت. هنجي لهم هنا للري. يبقى انا كده زرعت الاربع عجل ما عادش تاني. هروي نفس الميه اللي كانت، شفت حتى الميه لونها احمر زي ما كانت قاعده. القطيفه دي من لونها غامق شويه، وقعدت حوالي 4 ايام. الميه نفسها زي ما انتم شايفينها اهيت اغمقت. هنروي منها. اول ريه غمر زي ما انتم شايفين كده، لكن بعد كده بقى ايه اللي هي عايزاه، مش بالكتره. اعذروني كنت اتاخرت عليكم شويه والله، يعني شويه مشاغل، وفي نفس الوقت كنت بنحضر حاجات وهنسافر القاهره عشان نشتري حاجات اللي هو البطمس. خلي كده معايا زود ده بقى. اللي اخرنا عليكم شويه، احنا طبعا كل الزرع والابراج والحاجات ديت احنا هنلغي المواضيع ده كله. احنا هنفرش السطح كلته، حاجه هتبقى مفاجاه يعني. بس لكم مقدمه عنها ان شاء الله بمشيئه الرحمن، في اول 9 في اخره، المهم في شهر 9 بمشيئه الرحمن هنعمل صوبه كبيره على السطح خالص، عشان الاخت اللي بتسال على الذباب والحشرات والمن والحاجات دي هتختفي من الصوبه دي. وهنزرع الزرع اللي هنزرعه يكون مثمر منتج، يعني ينفع لشاب يفتح بيت، اخت تفتح بيت. يعني هزرع خيار، هزرع فلفل الوان، اشجار بطريقه منظمه وشغل هندسي، بحيث الصوبه هتبقى ارتفاع 3 متر. فانا مش عايز احرج لكم المفاجاه لما مشيئه الرحمن ننفذها ونشوفوا الخير. والتربه هتتغير بتربه ثانيه برضو بطمس، على حاجات ثانيه هقول لكم عليها في وقتها. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحمينا جميعا في اوطاننا وفي ابداننا وفي اولادنا، احنا واياكم اجمعين. والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف خلق الله واشرف المرسلين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.